عامة. أما إذا أجينا سولفنا على الطالب بصورة خاصة، طالب سادس ابتدائي، ثالث متوسط، سادس إعدادي، خامس، رابع، أي طالب أكاديمي، هسه إحنا خلي نسلط الضوء بصورة دقيقة على طلبة ما قبل الكلية. نعم. طلبة ما قبل الكلية يعني ابتدائية، متوسطة، إعدادية. طالب السادس بصورة دقيقة يعني وغيره، يعني حتى يكون شخص منظم يحتاج لعدة خطوات. الخطوة الأولى بالتنظيم لازم يكون عنده هدف، والهدف واضح. يعني الآن أنا ما أرجو من طالب أسئلة شنو هدفك يقول لي خلي بالله أفكر. لا، هو أي طالب هدفه أن ينجح. بالحقيقة المفروض ما يكون هدفه أن ينجح. شفنا الضرب. نعم. الآن أنا لما أسأل الطالب أقول له شنو هدفك من جاي تدرس، شنو يقول لك أريد أنجح. يقول لك لا، قل له لا، قول أريد أتفوق. يعني شنو؟ يعني أنت بالحياة دائما خلي سقف توقعاتك أعلى من اللي تريده. أنت تريد تنجح، قول لا أنا ما أريد أنجح، أنا أريد أطلع الأول. فدائما أطلب التفوق، مو تطلب النجاح. حتى لا سامح الله إذا أجت ظروف قاهرة وضغطت عليك وشوية قصرت بإنتاجيتك وبأدائك، أنت راح تنزل من التفوق للنجاح. لكن إذا أنت هدفك حي الله شو ما كان بس كون أنجح، حتى لو طلع 50، أنت يجوز راح تطلع يمكن 20. وارد هذا الشيء. فأنت دائما خلي هدفك عالي جدا، سقف توقعاتك عالي. وهنا عندنا بالتراث الشيعي قصة مرعبة جميلة جدا، إنه ابن العلامة الحلي سأله قال له بابا أنت على مرتبة عالية، أنا أريد أصير مثلك. شلون أصير مثلك؟ ابن العلامة الحلي سأل العلامة الحلي قال له أنا أريد أصير مثلك، شلون أصير مثلك؟ قال له ما تصير. قال له ليش؟ قال له لأن أنا ردت أصير مثل علي بن أبي طالب صرت العلامة الحلي. إذا أنت تريد تصير مثل العلامة الحلي إيش راح تصير؟ عجيب. بلي. فدائما الإنسان يخلي سقف توقعاته جدا عالي، يعني أهداف عالية. هسه الظروف ما ساعدته، البيئة ما أسعفته، ابتلي بحساد، ابتلي بأعداء، ابتلي بمشاكل طارئة، صارت منا أقلها من تريد تنزل، نزولك يضمن لك شنو؟ هم نجاح. فهذا مهم بالنسبة للطالب. الآن تسأل طالب سادس شو تريد؟ قال له أريد أنجح. قول لا، قول أريد أتفوق. خلي هدفك يطلع الأول. صح. هاي النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى خلي عينك على الهدف وخلي الهدف عالي. 1. 2. هذا الهدف العالي حتى تطبقه لازم تقسمه إلى وحدات صغيرة. يعني الآن الطالب السادس من يريد ينجح يطلع أول. شلون يطلع أول؟ لازم يطلع أول بالكيمياء، أول بالفيزياء، أول بالأحياء، أول باللغة العربية، أول ذني. نعم. فأنا لازم الآن أبدي أفكك الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة. جيد. الآن أنا من خليت الأهداف الصغيرة لازم شو أخلي؟ أنتقل للنقطة الثالثة، وهي لازم أخلي خطة. أكيد. الآن هاي الخطة إيش يراد لها؟ حقيقة هاي الخطة محورها إنه أنا لازم أخلي هاي المادة المعقدة إلى أهداف يومية. يعني أنا الآن إذا أردت أنجح بالإنجليزي، هذا هدف عالي، هذا هدف. نعم. بس هذا مرتبة ثانية، لأن الهدف الأعلى شنو؟ التفوق. فشوف بس أنت وياي. أيوة يا. جبناها هسه ستيب باي ستيب. صح. تفوق، أهداف، وحدات. نعم. هاي الوحدة اللي هي مثلا النجاح أو عفوا التفوق بالإنجليزي، أحوله الآن بالمرتبة الثالثة، أحوله إلى أهداف يومية. فأنا حتى أنجح وأتفوق بالسادس بالإنجليزي لازم
كم دقيقة تكفيني باليوم؟ هسه هنا دخلنا العفو شيخ. أحسنت. شوف كم دقيقة تكفيني باليوم؟ 60 90 ساعتين، شقد؟ هاي يكون انت تقيم بعد، انت هذه شوف عينك شوف. نعم. فش احول الهدف العالي الاعلى الى هدف عالي الى وحدات يوميه. خطه، هاي الخطه اليوميه احولها الى برنامج يومي. هذا البرنامج اليومي احوله في ورقه مهام، اكتبه في ورقه مهام. هنا اضمن اداء عالي. وهنا انا انصح الاخوه بقراءه كتاب الاداء العالي توني روبنز. هذا في الكتاب يتحدث عن شلون الإنسان يسيطر على مهامه اليومية، شلون أحول القضية اللي أريدها إلى من هدف أعلى إلى هدف عالي إلى وحدة يومية ضمن خطة إلى برنامج يومي في ورقة مهام. كل الزين. الآن أنا سيطرت على الوضع. دكتور، شنو إدارة الوقت؟ أنا كطالب شلون أدير الوقت؟ أحسنتم. تدري مسألة إدارة الوقت اليوم من المسائل اللي أخذت مساحة جدا كبيرة في الدراسات والكتب، وخصوصا في التنمية البشرية وفي بعض الأشياء. بالحقيقة إدارة الوقت نقدر نعبر عنها المعلم الثاني من معالم النجاح بعد التنظيم. يعني احنا سولفنا عن التنظيم، نعم، بعدين ننتقل إلى إدارة الوقت. إدارة الوقت لكل إنسان بصورة عامة، ولكل طالب علم بصورة خاصة، ولطالب السادس الإعدادي بصورة أخص. إدارة الوقت أنا أقدر أعبر عنها هي العمود الفقري لكل نجاح. والدليل شوف إحنا حتى بالتراث الديني أكو مساحة كبيرة للوقت. القرآن صح. الكريم يقسم بالوقت. صح. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. شنو العصر؟ العصر مدة زمنية سواء كانت طويلة أو قصيرة على كل حال. نعم. حتى في الديانات الأخرى مثلا في الإنجيل لكل أمر تحت السماوات وقت. في يعني فقرة بالإنجيل نعم. لكل أمر تحت السماوات وقت. أكو توقيت. وربما يعني البعد الديني طالعنا روايات بهذا المجال، يعني روايات في غاية الجمال شلون إنه الإنسان يدير وقته. يعني في رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات. يعني تقسم وقتك إلى 4 ساعات. طبعا يبدأ الإمام يفسر عجيبة. يعني ساعة لمناجاة الله، ساعة لأمر المعاش، ساعة تجلسون فيها عند من يبصركم عيوبكم يعني ينصحكم، وبعدين ساعة تختلون فيها للذاتكم في غير محرم. هذا تقسيم. نعم. يعني تقسيم الوقت عند الأئمة شوف ايش قد عظيم. شوف احنا ايش قد متقدمين على الآخرين في هاي المجالات. يعني مع شديد الأسف أكو نظرة دونية عند بعض الدارسين إنه البعد الديني والبعد الروائي والبعد الإسلامي ما عنده هاي الأشياء، مع إنه شوف بالعكس إمام معصوم يقسم لك وقتك. صح. يقول لك قسم وقتك على قسم عبادي وقسم اجتماعي وقسم اقتصادي وقسم راحة واستراحة. شوف في التقسيم. طبعا من غير العبارة المشهورة عند العرب اللي يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه صح قطعك. يعني نعم. الصينيون عندهم مثل لطيف بهذا الموضوع. يقولون أن الوقت الحقيقي لزراعة شجرة كان قبل 20 عاما والآن.
شوف هذه الالتفاتة لطيفة، انه لا تقول ما شلون، لا هسه اشتغل هسه دير وقتك تنجح. تحضرني عبارة جدا لطيفة شكسبير الكاتب يعني المعروف، صح، كاتب المسرح المعروف، يقول لنقبض على الدقيقة من مقدمة رأسها. شقد إلى ثمن الوقت. شوف يعني هسه ابدي لا تخلي الدقيقة تفوت. وطبعا التاريخ مليء بقصص لأولئك الناجحين اللي يدققون في أوقاتهم. إجمالا أكو عدة قواعد لإدارة الوقت. أول قاعدة، يعني أول ضابطة يمكن تنفعنا بهذا المجال، إنه شلون يدير الإنسان وقته، إنه أضبط بيش تنام وبيش تقعد. أهم قاعدة في إدارة الوقت هاي، بالأخص الطالب، إنه بيش الساعة نام بيش الساعة قعد. هذا الموضوع جدا مهم. القاعدة الأولى إنه أنت لازم يكون عندك نظام وبرنامج يومي بإدارة وقتك، تعرف بيش الساعة تنام، نعم، وبيش الساعة تقعد. كلش مهمة. وهاي لما نقول بيش الساعة تنام، يعني المفروض لما يقول الإنسان أنا أنام مثلا ساعة 10 بالليل، تحت أي ظرف ما تعبر 10 دقيقة، ما تعبر. أنت تريد تنجح بحياتك، أنت تريد تتفوق بالدراسة، بيش الساعة تنام. أنا شخصيا إذا أردت أعرف الإنسان ناجح بحياته لو ما ناجح، أسئلة بيش ساعة تنام، بيش ساعة تقعد. سؤالين أهم شيء أنت من خلال ضبطه الساعته تعرف ناجح لو مو ناجح، عشوائي هوسة لو منظم. هاي القضية الأولى. نعم، هاي النقطة الأولى بإدارة الوقت. تمام. النقطة الثانية بإدارة الوقت، اشتغل الصبح. شوف عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بارك الله لأمتي في بكورها، يعني بالوقت المبكر. إذا تريد تسيطر على أي مطلب تهيمن عليه، ابدأ بيه من الصبح. أولا أكو مباركة إلهية، يعني صح، بالبعد الروحي أكو مباركة إلهية. ثانيا الدماغ متحفز، الجسم نشط. صح. فابدأ من الصبح. من اللطائف، احنا دروسنا بالحوزة حاليا بالنجف، الدرس 7، اكو درس 6، اكو درس 5. نشاط. هو الصبح. الإنسان لما يبدي من وقت هو متهيئ. زين، شلون يبدي من وقت وهو نايم بالثنتين؟ ما تشتغل أكيد. فالحل شنو؟ لازم ينام من وقت. صح. فهاي القاعدة اللي هي يعني القاعدة الثانية، إنه أنت ابدي من الصبح، لازم أنت تنام من وقت. أكيد. هاي 2. إذن القاعدة الأولى اضبط بيش الساعة تنام، بيش الساعة تقعد. القاعدة الثانية خلي شغلك الصبح. نعم، خلي شغلك الصبح. هاي 2. القاعدة الثالثة التركيز بإدارة الوقت. يعني شنو؟ يعني أنا الآن أريد أقرأ امتحان فيزياء، بس فيزياء، لا مشغل الموبايل، ولا أسمع دعاء، ولا أسمع مدري شنو كلام آخر، يعني يبتعد عن ولا مشغل اليوتيوب، ولا قاعد بنص هوسة. صح. ولا أقرأ فيزياء واسمع بحث على اليوتيوب مال إسلامية مدري مال لغة عربية. لا، تريد تدير وقتك صح، ركز بهذن 20 دقيقة على المادة فقط، كل شيء لا تسوي.
تريد تسمع دعاء، روح اسمع دعاء واحد بس، دعاء. تريد تقرأ قرآن، اقرأ بس قرآن. عندك امتحان، قول ذني 50 دقيقة أقرأ هذا، خلاص ذني ال50 دقيقة للمن، لهاي المادة. أي شغلة أخرى لا تسوي، يصير خلط. لا تخلط. ركز لدرجة جدا عالية، جدا عالية. هاي ايش قصارة؟ 3. 4، من ترتب الأولويات رتبهم من الصعب للسهل. من الصعب للسهل، لأن أنت فايت فوتة قوية. إذا خليت الكيمياء بالأخير وتبدي تقرأ مثلا مادة أسهل من عتها، بعد الطاقة تقل. صح. فأنت ايش تبدي من الصعب، تبدو من الصعب. فنقول 40 دقيقة كذا، 50 دقيقة كذا، 30 دقيقة كذا. رتب الأولويات وخلي تكون الأولويات من الصعب للسهل. فمن تجي تريد تقرأ امتحانك، أي، والامتحان ب4 فصول وامتحان فاينل، أبدي من الفصل الصعب. يا فصل أصعب أبدي به. هاي كم قاعدة صار 4. بعدين رتب الوقت على شكل وحدات، مو عشوائي، فوضى، لا غلط. شلون يعني أنا مثلا اليوم أريد أدرس اليوم أريد أقرأ تحضيراتي. نعم. وعندي 4 تحضيرات. هاي المادة يراد لها 50 دقيقة، وهاي 20 دقيقة، وهاي 2 ساعة، وهاي كذا. أرتب أولويات. من أرتب ذني وكتبتن بورقة المهام، ما أفوت عليهن كلهن، لا، أخلي بين مادة ومادة استراحة. خلصت هاي المادة 40 دقيقة، أقعد خلاص ارتاحت، هسه أطلع. شنو اللي عاوزك تطلع تروح تنجي، يعني أخذ استراحة. أخذ استراحة، خلي فترات استراحة بين وحدة ووحدة. أعتقد هاي يعني أهم قواعد إدارة الوقت أو تنظيم الوقت. هسه اللي يريد يتوسع، أكو عدة كتب في هذا الموضوع في إدارة الوقت. يعني مثلا كتاب العادات ال7 ستيفن كوفي، كتاب إنجاز الأمور ديفيد إيلين، كتاب العادات الذرية جيمس كلير، كتاب تقنية بومودورو لفرانشيسكو سيرليو. من الأشياء المهمة جدا في الإنجاز، نعم، في الإنتاجية، في التفوق، في النجاح، هو الابتعاد عن المشتتات. دكتور، شنو المشتتات؟ المشتتات نوعين طبعا، أكو أنواع كثيرة من المشتتات اللي تشتت الذهن وتبعد الإنسان عن النجاح، لكن أهم مشتتين هما: أولا إحنا عندنا مشتت بشري. أحيانا واحد إنسان طبيعي، هذا من تخالطه، من تعيش وياه، من يرافقك، من يكون صديقك، هذا يخرب كل نظامك. هو عبارة عن هوسة. أكو إنسان هو هوسة، ومن تخالطه أنت هم يخرب كل شيء. توهق. هذا المشتت البشري خلي نناقشه بالبعد الاجتماعي بنهاية البودكاست إن شاء الله. لكن لا بأس أن نقول إنه طالب السادس بالمعنى الأخص، طالب العلم بالمعنى العام، يحتاج لبيئة هادئة للقراءة، للإنتاجية، للحفظ وللتحصيل. كلش مهم تكون عندك بيئة هادئة. إذا ما عندك بيئة هادئة حتى إنتاجك ربما يطلع ضعيف، غير منظم أو ضعيف. أحيانا أنا أقرأ كتاب، الكتاب يعكس الحالة النفسية للكاتب، وهي واحدة من النظريات الآن في العالم الحديث. يعني نعم، تشوفه في بارتات معينة هادئ، هو الكاتب هو ما يدري بنفسه، في مقاطع معينة مضطرب، تقول هذا لما كتب هاي الأوراق كانت عنده مشكلة، بس هو ما قايل، هو جاي يحكي قصة عن شخص. أنت من تقراها تقول هنا ارتبك، هنا الكتاب اضطرب. أحيانا مو إلا كتاب، أحيانا خطيب يتكلم تسمعه، من يمر على موضوع يضطرب،
اكو ربط. هذا بعد نفسي ما نريد نناقشه الآن على كل حال. المشتت الأول وهو المشتت البشري خلي نناقشه فيما بعد. المشتت الثاني وهو الأخطر والأفظع والأشد فتكاً هو الموبايل، مواقع التواصل، الانترنت. هذا مشتت. والآن شوف أكو فت كتاب مهم اسمه القادة العظماء ليست لديهم قواعد، يناقش هذا الموضوع. الآن أنا ما أريد أوقف عليه. على كل حال النقال بهاي الفوضى الموجودة في داخله هاي مشتت. حتى ينجح الطالب لازم يتخلص من التشتت في استعماله للجهاز. وهنا عدة نقاط خلي نمر عليهن واحدة واحدة. النقطة الأولى في التخلص من التشتت في استخدام الجهاز هو أنه أنت إذا ردت تقرأ امتحانك أو ردت تدرس أو ردت تقرأ تحضيرك ابعد الموبايل عنك. خلاص؟ اي بعده. زين هو مو تعرف دكتور معتمد على التليفون. أحسن. يقرأ عليه. معتمد على التليفون لأنه الدورة اللي ياخذها موجودة باليوتيوب غير يعني مثلا يعني. خليه على اللازم، خليها على لابتوب. ها. لا تخليه بالموبايل اللي بيه سناب شات وتيك توك وانستغرام وفيسبوك كل التواصل. هاي هوسة. صح. هاي ما تتلائم مع التركيز، ما تتلائم مع التركيز. لذلك النقطة الأولى من تريد تحصل المادة طفي موبايلك. طفي موبايلك. موبايلك الشخصي يعني حتى ايه موبايلك طفيه خلاص. خلاص انت. اما اذا قلت لي انا معتمد جاي ايه خلاص شغله على اللي بلازمه، شغله على لابتوب، شغله على ايباد بي بس يوتيوب. شوف الان انا جهازي الشخصي اللي بي درس مثلا على التليجرام، بي بس تليجرام مثلا، تليجرام مثلا وساعه. زين. عندي جهاز اعتمد عليه بي بس تليجرام مثلا، تليجرام وساعه، او بي مثلا يعني كمثال انا جاي اعطيك مو بالدقه. نعم. يعني نعم. كمثال بس هذا الشيء اللي اريده. شايف شلون؟ هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه مرات انت ما تقدر تقول هو انا عندي بس جهاز واحد. الغي الاشعارات. اكبر مشتت بالجهاز الاشعارات. انت جاي تسوي هذا الشغل جاك اشعار من التيك توك، عرفت الواتساب، صعد التاكسي رحت للتيك توك، طبيت على التيك توك، بعد ساعتين ما طلعت، رجعت من التيك توك، الذهن تشتت، بعد ما يقدر يركز. هو انت جاي تقرا موضوع معقد مثلا، تقرا سادس، تقرا ادوات الاستفهام ايش جابها على سناب شات؟ صح. ما تجي. أيه. فانت بالدرجه الاساسيه هذا موبايلك الغي بيه الاشعارات، بحيث انا من اريد اروح اريد اشوف شكو بالواتساب اروح للواتساب، اروح شكو بالتيك توك اروح للتيك توك، اشوف شكو بالتليجرام اروح للتليجرام. بحياتك الطبيعيه سمو الا طالب علم، انت بحياتك الطبيعيه كل ما تقلل الاشعارات افضل. صح. انا لاغيهن والله. جيد. هاي النقطه الثانيه. زين. النقطه الثالثه بموبايلك احذف التطبيقات الزائده اللي ما تحتاجها، بيها بس اشعارات، بيها بس انا ما احتاجه، هذا تطبيق انا ما احتاجه، المن مخليه احذفه. هذا موبايلك نصب بيه بس الاشياء اللي انت فعليا تحتاجها. الاشياء الاخرى عوفها، الاشياء الاخرى عوفها ما تفيدك. هاي ايش قد؟ 3. 4 غادر المجموعات اللي هي تساهم في فوضوية ذهنك. اكو جروبات بالواتساب بالتليجرام بغيرها هوسة. صح. انت طالب سادس طاب لك بجروب خواطر حزينة، شنو شكو شبيك؟ اي صحيح. انت طالب علم طاب جروب بيع السيارات، شنو بيع السيارات، شنو انجح من السادس، انجح من المادة وبعدين دور سيارات. جروب للتفحيط، جروب طيور الزواجل، شكو. صح. خفف هاي الاعباء، خففها، لا تدخل هوسه بداخله، بيكو ما تبتعد. هاي ايش قد؟ 4. نعم. النقطة الخامسة،
لا تربط كل تحصيلك العلمي بالتشات جي بي تي. لا، مو هذا راح يصنع منك إنسان كسول. صح. لا، احفظ، باحث، اقرأ، طالع. هسه وصلنا الطريق مسدود بهاي المسألة، أروح للذكاء الاصطناعي أسأله. أما إذا كل الأشياء قبال للذكاء الاصطناعي، قبال تشات جي بي تي، ديب سيك، ما أدري شنو كذا، أخو هذا بعد يسبب لك كسل. هاي صح. ما تخليك تفكر هاي الأشياء. إجمالا كل ما تقلل من استعمال الجهاز فهو خير لك. أحسنت. بقت أكو فد مسألة مهمة لهذا الموضوع. بإمكانك أن تقرأ كتابين مهمين، هما كتاب إيقاف الإشعارات لورا فندركام، وكتاب العادات العميقة كال نيوبورت. دكتور، هل هناك بعد ديني وروحي للدراسة والنجاح؟ أحسن.